بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم وسلم على حبيبنا ونبينا وإمامنا سيدنا محمد، ألف صلاة وألف سلام عليه وعلى آله. أخواتي المواطنات، إخواني المواطنين، يسرني بمناسبة عيد الأضحى المبارك أن أتوجه إلى كافة أبناء شعبنا داخل الوطن وخارجه بأصدق التهاني وأطيب التبريكات، راجيا من الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجزائر بالخير واليمن والبركات. يحل علينا هذا العيد المبارك حاملا معاني الإيمان والتضحية والتكافل، وهي قيم ظل الشعب الجزائري وفي لها متمسكا بها في مختلف الظروف. وانطلاقا من هذا الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية، حرصنا على اتخاذ كل التدابير لازمة لمرافقة المواطنين وتوفير الظروف المناسبة لإحياء شعيرة الأضحية بما يكرس قيم التكافل ويحفظ فرحة العيد داخل كل بيت جزائري. كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ حجاجنا الميامين ويتقبل منهم مناسكهم ويعيدهم سالمين غانمين، وأن ينصر أهلنا في فلسطين ويرفع عنهم المعاناة. ولا يفوتني أن أتوجه بخالص الشكر إلى كل الأسلاك والهيئات والطواقم المداومة خلال أيام العيد، نظير تفانيهم في خدمة المواطنين وضمان استمرارية المصلحة العمومية. وفي الختام نسأل الله عز وجل أن يحفظ الجزائر وشعبها، وأن يديم علينا نعمته ونعمة الأمن والاستقرار، وأن يتغمد شهداءنا الأبرار بواسع رحمته. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. تحيا الجزائر حرة أبية شامخة. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.